مين المسؤول عن هزيمه الاهلي امام صن داونز؟ هو اللعيبه ولا موسيماني ولا الارهاق ولا ايه بالظبط؟ مش فاهم انا. بصوا يا جماعه، هنبتدي الاول المباراه من اولها خالص، من قبل المباراه هنبتدي باول الاحداث خالص، من اول اللعيبه ما كانت عايزه تروح ملعب المباراه وايه اللي حصل معاها في الطريق. ثم انا حاسس ان في تواطؤ في الموضوع، ما اعرفش يعني انا اللي حاسس الاحساس ده لوحدي ولا حضراتكم هتوافقوني الراي ولا ايه، مش عارف. هتمنى من حضرتك ان انت تشترك بس في القناه وتفعل زر الجرس وتكتب لي كومنت كده وتعمل لي لايك وتقول لي ايه رايك في الكلام اللي انا بنقوله. لو انا غلط قول لي انا غلط، لو انا صح قول لي انا صح. المباراه من اولها كده نص ساعه في الشارع، لعيبه الاهلي عايزه توصل لملعب المباراه ومش عارفين. نص ساعه لعيبه مزنوقه في اتوبيس وجماهير عماله بتهاجمهم وسكه مقطوعه والدنيا زي الزفت، والامن متواطئ مع الجمهور طبعا، لان الامن مش هيقدر يعني يحتك بالجماهير دي كلها. اتقفلت الطرق عليهم واضطروا ان هم يمشوا من طريق تاني. 25 دقيقه بالظبط الاهلي بيلف في الشوارع عشان يلاقي طريق يمشي فيه ما فيهوش جماهير. ابتدت المباراه بضغط كاسح من صن داونز. اول 3 4 دقائق احنا ماسكين كوره زي الفل، نسبه الاستحواذ مثلا 80 20 في اول ربع ساعه. هوب الهجمات بتاعتهم بيوصلوا للجون بسهوله، الكور بتاعتهم اللي هي على حدود ال 18 على طول بتتشاط رجلهم حلوه على طول. كان لازم احنا نعمل حاجه منها. الكور ديت مهمه مين؟ مهمه حمدي فتحي. حمدي فتحي مرهق وطالع عينه، زائد ان انت في الفتره الاخيره دي كلها كنت بتعتمد على حمدي فتحي ان هو الراجل رايح جاي رايح جاي رايح جاي، الراجل تعب خلاص. الراجل ده يعني لازم نلاقوا له بديل. مين كان يقدر النهارده يحل محل حمدي فتحي؟ رامي ربيعه. يعني احنا بنتكلموا على حته الارهاق، فاحنا هننزل لعيبه مش مرهقه، لعيبه تقدر ان هي يعني تمشي المباراه شويه، تمام؟ هنتكلموا على نقطه الارهاق في الاول. طيب واحد زي طاهر محمد طاهر هو ما ارهقش وما لعبش اصلا. حسام حسن من اللعيبه اللي بتنزل 3 دقائق بس في كل مباراه، مش مرهق برضه، بس لعيب مش قادر يجري، لعيب بيحط الكره بالهيد. يعني لو مدافع والله هيحطها احسن من كده. كنا زعلانين ان قفشه بيحط الكره بالهيد جنب القايم، بس مفيش اسهل من كده بالنسبه لحسام حسن، ومتفقين عليها ومسلمين مش هقول لهم عليها. تمام؟ دي الارهاق. مين تاني مرهق عندك؟ خط الدفاع عندك رايح، نص الملعب باين عليه الارهاق جدا. السوليه مفيش كوره طلعت من رجله سليمه، ابو ليلى اللي عمالين يتغنوا بيه والمايسترو واللي بيلعب واللي راح واللي جه. احنا مش بنشتم لعيبه، احنا بننتقد اداء في المباراه بس، مش بننتقد لعيبه. اداء المباراه ديت كان قاطع. قفشه كل كوره بيرجعها وميس باص كتير جدا من قفشه والسوليه، ومعاهم علي معلول اللي هم المحاور بتاعتك اصلا، اللعيبه اللي انت كنت بتعتمد عليهم الفتره الاخيره ان هم هيعملوا لك حاجه وان هم بيمسكوا المباراه وان هم بيسيطروا. تمام. محمد شريف بقى على قد النادي وخلاص، ما بقاش ولا بيلعب منتخب بقى ولا الكلام ده، لعيب بقى على قد النادي. خش بقى على بيرسي ده وده بقى لعيب بديل، يعني تحس ان هو كان ضارب حاجه معينه كده وخلصت خلاص مفعولها انتهى خلاص. رجع تاني سمبوريه، مفيش يعني مستواه نزل اقل من 50% للامانه. يعني بيرسي ده انا من اللعيبه اللي كنت بنقول ان هي هتبقى في الفتره اللي جايه كاسحه، هتقشط كل اللعيبه اللي على الساحه. بيرسي ده حريف، لعيب بيلعب بيمينه وشماله. اي فريق بقى في جنوب افريقيا المفروض ما يلعبش بيرسي، يعني هو ما اداش في صن داونز هنا ولا ادى صن داونز هنا، مش قادر يعدي من اللعيبه فاهمها جدا. تمام. كريم فؤاد لعيب مش صاحب مسؤوليه، خلاص اتاكدنا منه مره واثنين وثلاثه من كاس العالم للانديه، وهنا لعيب مش قد المسؤوليه، لعيب مش عالي، مش بتاع الاهلي. يا نوظفه في مكان ثاني يا اما اللعيب ده يشوف حاله بره ونبتدوا نجيبه باك يمين كويس. احنا ما عندناش باك يمين كويس حتى في وجود محمد هاني واكرم توفيق. ما عندناش الباك اليمين، ما عندناش الباك اليمين اللي هو ياخد الكوره ويرفع عرضيه ويخلق فرص. ما عندناش الباك اليمين. طاهر محمد ما شاء الله ولا نافع هنا ولا نافع هنا. طيب نخش على النقطه الثالثه بقى، نقطه التغيير. عندك ديانج حتى لو مش فايق هو بدنيا كويس، يعني مشيك، يعني اعلى من السوليه، يعني اعلى من حمدي فتحي، يعني في مكانه مغمض شويه. اللعيبه بتوع صن داونز بيقدر يخش بالكوره ويروح بالكوره، في كذا كوره اخدها من التلتين بتاعنا للتلت بتاع صن داونز، خلاص للتلت الاخير، تلت الهجوم بتاع الاهلي. يعني اللعيب ده كان ممكن نستنى بيه شويه. سوليه مفيش قاطع خالص، ما هو نور، كل كوره من السوليه مقطوعه، حتى الكوره اللي تحت رجله مقطوعه. غير كده ان اي ثنائيات مع لعيبه صن داونز، يعني اي كوره مشتركه مع اي لعيب صن داونز سواء على الارض سواء في الهواء، الكوره عند لعيب صن داونز مفيش. ما احناش قادرين ناخد الكوره من لعيبه صن داونز، حتى راجل اللعيب لما بيقع بيقوم ياخدها تاني ويعدي بيها عدل. سرعات رهيبه في الملعب. كان المفروض يعني محمد شريف خلاص اختفى، نقدر ننزل مين بقى في الوقت دوت؟ ننزل حسين الشحات وندخل طاهر محمد طاهر جوه. حسين الشحات برضو لعيب بديل، يعني مش هيبقى عليه ضغط جامد. احمد عبد القادر انا مع التغيير بتاعه. احمد عبد القادر ما ينفعش يلعب ماتش كامل لان هو لعب كذا ماتش ورا بعض، الشوط الاول والشوط الثاني خلاص بالسلامه باي باي، بيسافر بيقعد على الدكه بره. فاحمد عبد القادر لا، تغييره كويس. قفشه بقى لازم نلاقي له بديل، ما هو اللعيب ده مش هيفضل يلعب طول حياته يا جماعه، اللعيب ده مش هيفضل يلعب طول 90 دقيقه في كل مباراه في افريقيا وهنا
مده السفر بين مصر هنا وجوهانسبرج 9 ساعات. 9 ساعات يهدوا الحديد، يتعبوا بعد مباراه قويه بتاعت بيراميدز. انا معاك يتعبوا، بس كان في ايدينا النهارده ان احنا نكسب. سان داونز غايب منها 3 لعيبه، اهم 3 لعيبه عندهم. ده كفايه سيرين، يعني انت عندك اكتر من كده ايه؟ عندك سيرين وغايب ونيانج الحارس المرمى، والهاف الشمال بتاعه بالعفريت اللي هو كان بيلعب جنب زواني. يعني لعيبه 3 لعيبه كانوا يقدروا يخلصوا المباراه. تمام، كنا نقدر النهارده باللعيبه البديله ان احنا نصنع فرص، وان احنا نصنع قدرات، وان احنا نغيب حته شويه اللي هو الارهاق. في لعيبه كتيره جدا مش مرهقه، في لعيبه ما لعبتش، في لعيبه لو بصيت عليها طول الموسم ده ما لعبتش 5 ماتشات على بعض طول الموسم، ما لعبوش 90 دقيقه في ال5 مباريات طوال، يلعب ربع ساعه 10 دقايق، يلعب شوط يأجل شوط مش عارف ايه كده. لكن في لعيبه ما لعبتش ماتشات كامله. سولية لعيب من اللعيبه اللي لعب مباريات كامله. كنا ممكن النهارده نصحوا نص الملعب كده شويه، نقدروا نخلوا واحد زي رامي ربيعه يلعب مكان حمدي فتحي، وديانج مكانه زي ما هو. ولو السولية ضعيف الاثنين دول هيشيلوه، لان هم بدنيا عاليين شويه. رامي ربيعه ده لعيب جري في الملعب، خلاص هو جري في الملعب وما تاخدش منه لا، بس جري في الملعب هيجري هنا وهنا وهنا. كان يقدر يفرق معانا النهارده، كان يقدر يفرق معانا النهارده كويس. كنا نقدر برضه عمرو السولية نأجله شويه، نقعده شويه، نريحه شويه، وننزل مين؟ ايمن اشرف. برضه كان في كذا حل لموضوع الارهاق ده. زائد ان الهدف ده الكره دي اتكررت 3 مرات في مباراه سان داونز، في ماتش سان داونز بس الكره دي اتكررت 3 مرات، اللي هي العرضيه وبتنزل ارضيه في ال6 يارد. دي مشكله مدافعين وحارس مرمى، ملهاش حل تاني. ما تقدرش تقول مش يعني الكره دي ما بقتش تتعمل في العالم يا جماعه. يعني هي عرضيه عاليه، لو عدت المهاجم عدت المدافع بتوصل للمهاجم، لكن كوره عرضيه ارضيه في منطقه ال6 يارده يعني بتسقط في ال6 يارده، دي مشكله، دي كارثه كبيره اتكررت كذا مره في مباراه سان داونز. الشناوي اتسال عن الهدف لان الكره في ال6 يارده. وغير الشناوي بقى عندنا ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم ما بيعرفوش يكلموا بعض في الكور العاليه. يعني ما بتلاقيش مثلا السولية ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم يقول له مثلا ايه اطلع انت وخليني انا اجلني انا، ما تعرفش في مشكله ما بينهم، تحس ان هم زعلانين من بعض ومخاصمين بعض. لازم اللعيبه دي تتكلم بعضيها، غير كده سوء حظ غير عادي النهارده بالنسبه للموسيماني. لعيبه كتيره جدا النهارده بره مستواها. يعني واحد من اللعيبه اللي بره مستواه خالص خارج نطاق الخدمه هو علي معلول لو في مستواه ومعلول لو موفق النهارده كانت الكوره اللي جت من الشوطه دي كان يقدر يجيبها جول. يعني يحزنني ان انا نقول لك ان مفيش كوره صعبه اتشاطت على حارس المرمى. يعني اللي هي نقدر نقول صعبه شويه كوره قفشه، كوره واحده طول المباراه موضوع صعب. قفشه مش قادر ياخد الكوره تحت رجله ويجري بيها بيرجع بيها تاني، مش قادر. لعيبه مرهقه انا معاك مرهقه، بس كنا نقدر نتغلب على حته الارهاق دي النهارده. بوكس تو بوكس كان زيرو النهارده، يعني اللعيبه بوكس تو بوكس كده في منطقه الجزاء، في منطقه نص الملعب كده كانت رايحه. منطقه الجزاء بقى والحدود اللي بره ديت كانت كل كوره بتتصلح ويشوطوها. والله العظيم اللعيبه دي لو كان معاها حظ النهارده او كانوا في كورتين 3 لو كانوا واطيين شويه كان شايل الاهلي النهارده 3، وانت ما كنتش حامل، انت كنت هتخش فيك الجون الثاني بالسلامه. انفراد من اللاعب الروماني بتاع سان داونز، يعني رزقنا اللي هو شاطها في الشناوي، والله العظيم ما اكتر. هو الشناوي طلع قفل عليه، برافو. رزقنا من شاطها في الشناوي. كوره ثانيه الولد اللي هو بيقول عليه دوت الورقه الرابحه، انا نسيت اسم اللعيبه من كتر ما انا ما زهقت من اقوم من المباراه وتعبت، اعصابي تعبت، ما بقتش مركز في اسامي اللعيبه. شاط كوره عدت من تحت ايد الشناوي كده، والشناوي لمسها كده ما تعرفش جت معاه ازاي، بربنا والله العظيم ربنا عايز كده. الكوره طلعت جنب القايم، يعني حاجات بسيطه جدا كانت هتسفر على الهدف الثاني. المشكله بقى مش في الهزيمه، انت خلاص اتغلبت تمام، طلعت نص ملعب وبتلعب مهاجمين وبتلعب، مفيش بقى نقطه تحول في المباراه. نقطه التحول كان عندهم هم، بمجرد خروج زواني خلاص انت مسكت المباراه. كنا نقدر نهدف اقسم بالله، كنا نقدر نشوط من على حدود منطقه الجزاء. ومشكلتنا المشكله اللي هتفضل طول عمرها من ازمانه لحد دلوقتي بقى لنا 2 3 بنتكلموا فيها، ما عندكش لعيب يشوط ضربه حره، ما عندكش لعيب يشوط ضربه حره. دي كارثه يا جماعه، ما عندناش لعيبه بتشوط ضربات حره، دي مشكله. في ماتشات كتيره جدا بتبقى مقفوله واقفه على شوط مش عارف ليه، مش عارفين نخلوا لعيب نستثمروا لعيب، نخلوا لعيب يشوط الضربات الحره ليه؟ المباريات بتبقى مقفوله، دور ضربه حره واحده خلاص بتخلص المباراه. نتمنى المباريات اللي جايه، عندنا مباراتين في القاهره، الهلال والمريخ، مباراتين صعبين. الهلال مش هيفرط بسهوله والمريخ مش هيفرط بسهوله، تمام؟ ماتش انت كاسبه 3-2 والماتش الثاني انت متعادل بالعافيه، فالماتشين صعبين. مكسبك ماتش وتعادلك ماتش، لو انت كسبت ماتش وتعادلت ماتش، على الجنب الثاني خسرت الهلال، يعني انت لو كسبت الهلال وتعادلت مع المريخ وسان داونز غلب المريخ خلاص. مش عايزين نخشوا في الحسابات دي، ولسه سان داونز عنده الهلال. يعني الفرقتين دلوقتي بقوا ماشيين معاك، 4 نقط انت و4 نقط الهلال و4 نقط المريخ. لو كنا كسبنا النهارده كنا حطينا قدم خلاص، هو كده سان داونز حط قدم رسمي في ربع النهائي، هو سان داونز خلاص
متاهل عن المجموعه. مش كل مره هتسلم الجار، مش كل مره هتسلم الجار. نتمنى ان احنا المباراه الجايه نتداركوا اخطائنا، يا ريت يا ريت نتمنى، يا ريت نتمنى، يا ريت نتمنى ان الحاج موسيماني ما ينشفش دماغه ونلعب بطريقه هجوميه، نلعب بطريقه هجوميه. الدنوانه ديت ان انا مش عارف ان انا نلعب مهاجم ولا مدافع، دي بتزعل، دي ما بتعملش حاجه معانا للاسف. دي من الناحيه كده انت لعيب مايس، فريق مايس في الملعب، عايزين نهاجم بضراوه، مش ماتش نكسبوه 4 والماتش نخسروه 1، ماتش نخسر 1 وماتش نخسروه 2، لا عايزين يبقى مستوانا ثابت، مستوانا ثابت. افريقيا السنه دي قويه، المتصدرين الفرق المغربيه سواء الوداد ولا الرجاء هم متصدرين فرق، متصدرين مجموعتهم. الفرق المغربيه السنه دي في افريقيا مسيطره، مش كل مره هتعدي معانا ونلعب كايزر تشيفز ونلعب الزمالك وكذا وكذا، لا السنه دي الموضوع مختلف يا جماعه، السنه دي الموضوع مختلف. مباريات اقسم بالله صعبه جدا، الفرق الافريقيه والفرق المغاربه اكتر ضربه. بيترو اتلتيك بنشوفوه هيتاهل عن مجموعه الزمالك، بيترو اتلتيك محدش يعرفه، يعني يمكن اول مره في حياتهم اصلا يصعدوا لربع النهائي. فبعد اذنكم نتدارك الاخطاء وبلاش حته الاجهاد ديت، عايزين نعملوا روتيشن كويس. المفروض ال 18 لعيب اللي في السكور عندك كلهم كفاءه واحده. نتمنى ان اللعيب اللي ينزل بديل ما يزعلش انه نازل بديل، ينزل يفرجنا، مش يزعل ان هو بينزل دقيقتين وثلاثه وبعد ما ينزل في وقت اكتر ما يعملش حاجه. انا متاكد مليون في الميه ان لو موسيماني عنده شك 1% ان حسام حسن هيكسبه عمره ما هيقعده دكه، والله العظيم. مفيش مدرب يتمنى نفسه الفشل، مفيش مدرب بيتمنى نفسه الفشل. يعني حسام حسن ده لو كفاءه، لو تمام، لو توب مع موسيماني هيلعبه دايركت على طول. مفيش مدرب بيتمنى لنفسه الفشل. في نهايه الحلقه بنشكر كل الناس اللي كانت معانا. ما تنساش زي ما قلت لك في الاول اللايك والسبسكرايب تقديرا ليا بس مش اكتر، وكومنت جميل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.